السلام عليكم. أنا إيمان زين أحمد من ولاية شلف، بلدية وريت من قرية المرابطين. أنا والأخ تاعي عبد الباقي عنا إعاقة على مستوى العمود الفقري، وبابا ما قدرش يعالجنا لأنه الخلفة تاعو قليلة، ما يقدرش يعيشنا ويداوينا في نفس الوقت. أنا ذكرني طالبة من رئيس الجمهورية ومن الجمعيات الخيرية ومن الشعب الجزائري أنهم يقدمون لنا المساعدة، وطوبى اللي يعرفوا في هذا المرض. نتمنى منهم انهم يساعدونا وربي يجازيهم ان شاء الله. انا ما كانت فيها حتى حاجه، وكي ولات عندي 7 سنين ونص حكمني هذا المرض. ما كنتش نقدر نجري برك، وظهري واقف في ذاك الوقت، بصح دوك راني ثقيله ومانيش نقدر نمشي. وهذا يعني هذا المرض ما واش مخليني نكمل القرايه تاعي. راني بايا نبرا، راني متمنيه نبرا ونرجع كيما كنت ونكمل حياتي كيما اي واحد. هذا العام عندي شهاده البكالوريا، بصح راني خايفه اني ما نقدرش نقرا في الجامعه. نبي نكمل حياتي، نبدا نخدم كيما كاع الناس. قال غاشي يقول لي بطلي، انا راكي تقراي، كي تغبني في روحك تغبني في باباك. لا راكي تقراي، كي ضمنتك في الجامعه تضمني المستقبل تقدريش. حاجه ما يصيب على ربي. في عند الإرادة واحد ما يقدر يحبس في طريقه. معاق الإرادة مش معاق الجسم. أنا متمنية من الشعب الجزائري إنهم يساعدوني، واللي يعرف حاجة هذا المرض تاعنا يبعث لنا معلومات عليه، وربي يجازيه إن شاء الله.